في أيام عادية وفي أيام كده ربنا بيبعتها لنا كأنها هدية. الهدية دي انت بتفتحها بتلاقي الأيام دي مليانة بركة، مليانة مغفرة، مليانة خير. 10 أيام كده كافلين يغيروا حياتك كلها. في الفيديو النهاردة هتكلم عن فوائد العشرة الأوائل من ذي الحجة، وليه ربنا عظمهم، وليه أنا فعلا بقولك إن أنت قادر تغير حياتك كلها في ال10 أيام دول. ايه هو ال10 ايام من ذي الحجة، وليه هم فعلا ايام عظيمة قوي كده؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام. حتى الجهاد، لا، ال10 ايام هو احسن احسن حاجة في الحياة، اللي هو فعلا ما تضيعهمش. وربنا اقسم بيها في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم: والفجر وليال عشر. ما هو المقصود بليال عشر؟ وهو ال10 ايام من ذي الحجة. طيب يا زينب، انتي ما قلتليش ازاي ان انا استفاد من ال10 ايام دول. هقولك اول حاجة: حاول ان انت تصوم ال10 ايام من ذي الحجة، واهم حاجة هو يوم عرفة، لان ربنا بيغفر سنة فاتت وسنة جاية. كمان اذكر ربنا كتير، استغفر، صلي على النبي، قول الاذكار كلها وانت قاعد، بدل ما بتقعد تتكلم مع ده وتتكلم مع ده. لا، حاول ان انت تستفاد بالوقت ده. كمان اقرأ القرآن حتى ولو صفحة. دي حاجات كده لازم ان احنا نعملها عشان فعلا ننجح. كمان اعمل، طلع صدقة، ادعي دعوة كويسة بدل ما الامهات عمالة تدعي على اولادها اللي معفرطينها. كمان حاول تصل رحمك. كل ده بيرفعك درجات عند ربنا. من الناحية النفسية، الأيام دي فرصة لإعادة شحن روحك. ليه؟ لأن الأيام دي مليانة روحانيات، مليانة بركة، فتقدر تتكلم وتفضفض وعيط وطلع كل اللي جواك. وإن شاء الله ربنا عند حسن ظن عبدي بيه هيستجيب بإذن الله. كمان اكتب نيتك بوضوح. ايه الحاجات اللي انت نفسك تبدأها؟ انا نفسي مثلا اقرأ القرآن كل يوم، حتى ولو صفحة. ابتدي فيها، غيرها. كمان حاول تبتدي ولو بحاجة بسيطة. انا في ال10 ايام دول، اول النهاردة مثلا انا هقول 100 تسبيحة، انا هتصدق حتى ولو بجنيه. طيب انا لو مش معايا جنيه، مجهودك ساعد الناس. كل ده انت يعني ربنا بيرفعك درجات عند ربنا. ليه؟ دي بقى فرصة للتغيير الحقيقي، لان الرحمة بتكون مفتوحة. النية البسيطة دي ممكن ترفع